تعال اقول لك ليه الاهلي بالعلامه الكامله امام الهلال السوداني. الداهيه مارسيل كولر استفاد من التوقف الدولي اللي كان قبل المباراه، وبان الشغل وبان التكتيك بتاعه خلال ال 90 دقيقه في الملعب. النادي الاهلي احتاج التركيز خلال ال 90 دقيقه. النادي الاهلي كان محتاج ان هو ما يدخلش فيه هدف. انت هتلاعب فريق هيتكتل دفاعيا خلال ال 90 دقيقه لحين صدور قرار من النادي الاهلي اللي هو يحرز فيه هدف. النادي الاهلي احرز هدف، هم هيتخلوا عن دفاعاتهم ويبتدوا ان هم يصعدوا للامام، ان هم يحرزوا هدف، لان هم بيلعبوا على هدف. يبقى بالتالي النادي الاهلي لازم يضرب في المساحات الخلفيه خلف الهلال السوداني. والنادي الاهلي الحقيقه قدم مباراه قويه جدا. مارسيل كولر كان في عناصر فايقه مساعداه على كده. مكوك فضائي كان مغطي كل المساحات الحقيقه، وما كانش مبين عيوب المرحوم محمد مجدي قفشه، لان محمد مجدي قفشه ولا كان ليه دور ايجابي ولا كان ليه دور سلبي. عبد القادر كان نازل فاطر بانجو قبل ما ينزل. معروف عبد القادر هو بيلعب دوره رمضانيه مع نفسه، ملوش دعوه بينا، هو بيلعب في حته واحنا بنلعب في حته.